في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل تم إعفاء كل من فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي ومعاد الجامعي والي جهة فاس مكناس من مهامهما الإدارية، وذلك في انتظار صدور بلاغ رسمي يؤكد القرار ويوضح خلفياته وتفاصيله الدقيقة. وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يبرز فيه التشديد على الانضباط الصارم للتوجيهات الملكية، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. السبب الأساسي وراء الإعفاء حسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة يعود إلى ظهور الواليين وهما يذبحان أضحية عيد الأضحى، رغم أن الملك محمد السادس وجه نداء واضحا للمغاربة بعدم القيام بهذه الشعيرة هذا العام، نظرا للأزمة التي تعرفها الثروة الحيوانية الوطنية بفعل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع العرض من المواشي. وقد لقيت هذه المشاهد التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي استياء في الأوساط الرسمية والشعبية بالنظر إلى دلالاتها الرمزية وتأثيرها على مصداقية التوجيهات الملكية. وكان جلالة الملك قد ذبح أضحية واحدة نيابة عن جميع المواطنين في خطوة ذات بعد تضامني ووطني قصد تخفيف الضغط عن الفلاحين ومربي الماشية وتعزيز الثقة في السياسات العمومية الموجهة لحماية التوازنات الفلاحية. مصادر مطلعة من وزارة الداخلية أوضحت أن استدعاء فريد شوراق إلى المصالح المركزية بالرباط يأتي في إطار إجراء إداري أولي يتبع غالبا بفتح تحقيق في الواقعة لتحديد مدى وجود خرق فعلي للضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم سلوك رجال السلطة. ويفهم من هذا القرار أن وزارة الداخلية عازمة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تتطلب من المسؤولين الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة من أعلى سلطة في البلاد والعمل بروح المسؤولية والتضامن الوطني. في ظل غياب بلاغ رسمي إلى حدود الآن، تم تكليف عامل الحوز رشيد بن شيخي بتولي مهام والي جهة مراكش أسفي بالنيابة، في حين تم إسناد مهام والي جهة فاس مكناس بالنيابة إلى عامل مكناس. وينتظر أن يصدر بلاغ رسمي خلال الساعات أو الأيام المقبلة يقدم تفاصيل أكثر حول الإعفاء ويكشف عن الأسماء التي ستخلف الواليين المعفيين بشكل رسمي ودائم. معاد الجامعي من مواليد فاس سنة 1962، حاصل على دكتوراه في الإعلاميات بباريس، وشغل عدة مناصب إدارية مهمة، منها مدير عام لمؤسسات تكنولوجية ومدير المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء وعامل على إقليم الجديدة، ثم والي على جهة الشرق قبل تعيينه سنة 2024 على رأس ولاية فاس مكناس. أما فريد شوراق فهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليون، وبدأ مساره الأكاديمي كباحث بجامعة وجدة، ثم شغل مناصب مختلفة من بينها عامل على إقليم الرحامنة والحسيمة، إلى أن عين واليا على جهة مراكش أسفي في أكتوبر 2023. ختاما، يعكس هذا القرار إن تم تأكيده رسميا صرامة الدولة في الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس وحرصه على ترسيخ ثقافة المحاسبة وعدم التساهل مع أي تجاوز من قبل كبار المسؤولين. وفي وقت تمر فيه المملكة بظروف اقتصادية دقيقة، فإن الرسالة الموجهة واضحة: القدوة تبدأ من المسؤول، والانضباط واجب وطني لا يقبل الاستثناء.